السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل أكلة سريعة ومختلفة. طبعا احنا على طول بنعمل صينية البطاطس بالطريقة التقليدية عادي يعني. فقلت بقى النهاردة بعمل لكم صينية بطاطس بس بطريقة مش عادية، يعني طريقة جديدة شوية بس هي صينية بطاطس يعني. أول حاجة جبت بطاطس وجبت لحمة مفرومة كانت عندي في الفريزر. هي دي لحمة بيف مش لحمة مفرومة يعني، بس كانت فيها حلوة قوي. والبطاطس عملتها زي ما انتوا شايفين كده، زي ما نكون هنحشي محشي وكده وبنعمل البطاطس. وبشيل الارض بتاعتها عشان تقف زي ما انا وريتكم من شويه. وعلى النار حملت بصله هنا وبصله هنا، بصله للتسبيكه وبصله للعصاج بتاعنا اللي هو اللحمه المفرومه. دي بصله التسبيكه، واحط فيها مرقه وبحط كمان عليها الصلصه يعني. عشان تشيل حموضه اي صلصه. شوحي الصلصة مع البصل في الأول. ما تحطيهاش على الطماطم يعني. انا مش دايما بطبخ بصلصة يعني خالص، بحطها في التتبيلات بس. عشان الطماطم بتاعتي تشوفوا مش لونها احمر قوي، فحطيت صلصة يعني عشان تبرز اللون مش اكتر يعني. وزي ما قلت لكم احنا بنحط بتاع ده الصلصة في الاول عشان نشيل الحموضة بتاعتها، وبنحط سكر برضه. انا بحط بهارات الصلصة يا جماعة في الاخر بعد ما بتتسبك، بتديها طعم اكتر. بحس ما بحطها في الاول بتطير مع البخار وكده. هنا بقى العصاك طبعا مش محتاج حاجة، هو بصل واللحمة بس، مبحبش احط عليه حاجات كتير يعني. وملح وفلفل، ده بيبقى طعمه تحفة. زي ما قلت لكم دي لحمة بيف مش لحمة مفرومة. فقلت هجرب اعمل بيها، كنت مقلقة بس طلعت حلوة جدا والله العظيم، طلعت طعمها وهم. زي ما قلت لكم حطيت الملح والفلفل. هنا بدأ الطماطم تتسبك، فحطيت عليها برضو ملح وفلفل وكمون وكزبرة. بحب الكزبرة قوي في الصلصة. وطبعا الكمون تحطيه مع اي خضار يعني، بالذات الخضار الاخضر عشان القولون برضو. اي حاجة بتعملي فيها خضار اخضر حطي فيها إيه كمون. في ناس كتير متحبش الكمون، بس الكمون حلو مع الخضار يعني. انا بعمل بطاطس طماطم بحط كمون. وحطيت بابريكا شوية عشان برضو نبرز اللون، ندي شوية طعم. وهنا بقى كنت بقى بشوح البطاطس من كل الجوانب. بصوا يعني دقيقتين اقل من دقيقتين كمان على كل جنب كده، اللي هي تاخد لون اللي هو متحمر ده حلو ده، فاهميني؟ اللي خرج بقى من البطاطس ده انا حطيته في الصينيه، في قعر الصينيه كده، ده كله ده خارج من تقوير البطاطس. جربوها بجد هتعجبكم جدا، وتغيير عن صينيه البطاطس. هنا حشيت بقى اللحمه المفرومه في البطاطس زي ما انتوا شفتوا. الكميه اللي انا كنت جايباها طلعت صغيره على الصينيه، بس انا قلت والله العظيم انا جايبه صينيه صغيره ولسه هغسل ديت واحط واشيل واعمل مواعين. اتسووا كده مع بعض، رحت مقرباهم كده جنب بعض يدفوا بعض. وحطيت عليهم في الاخر التسبيكه، وهدخلهم الفرن. طبعا الكلام ده كله مستوي زي ما انتوا شايفين، بس هي البطاطس طبعا لسه ما استوتش، انا مديها حاجه بسيطه كده في الزيت. فهندخلها الفرن شويه لغايه ما احس ان البطاطس استوت. طب جربيها بشوكه. اللحمه المفرومه تمام، تسبيكة الطماطم تمام، كله تمام. احنا هندخلها بس عشان عشان البطاطس بس كده يا بنات. هي دي، شفتوا حاجة اسهل من كده؟ حمرت جنبها شوية سمبوسك، حرقت جنبها شوية سمبوسك ودي بعد ما طلعت من الفرن طعم.